شفنا كلنا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وهو بيقول لك يا لبيب يا لبيب لو راجل خد لعيب. ادينا خدنا يا سيدي عبد الله السعيد، وخدنا احمد حمدي، وخدنا ناصر ماهر، ولاعيبه كتيره جدا نادي الزمالك قدر ان هو ينجح ان هو يتعاقد معاهم. وفي الطريق كمان مفاجأتنا النهارده، واللعيب اللي لو جه نادي الزمالك فعلا والمفاوضات تمت ونجحت هتبقى ضربة قوية جدا لجمهور النادي الأهلي، وهتبقى فرحة كبيرة جدا لجمهور نادي الزمالك إن ابن النادي الأهلي ونجم نجوم النادي الأهلي يجي نادي الزمالك. وهيأثر طبعا مع نادي الزمالك، ويا سلام لو ماتش أهلي وزمالك وابن النادي يجيب جون في النادي الأهلي، هتبقى الحرقان الأهلاوي هيزيد اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. رمضان صبحي جاي نادي الزمالك خلاص، المفاوضات في اللمسات الاخيره خلاص، وحسين لبيب بيوعد وبيوفي. وشفنا نجح ان هو يعمل القيد تاني، يفتح القيد لنادي الزمالك تاني بعد ما كان في ايقاف للقيد من الفيفا، وقدر ان هو يتعاقد مع 11 صفقه، قدر ان هو يجيب لعيب تقيل جدا ولاعيب خبره كبيره جدا زي عبد الله السعيد، قدر ان هو يجيب احمد حمدي لاعب الاهلي السابق ولاعب مونتريال، وقدر ان هو يتعاقد كمان مع ناصر ماهر، نجوم كبار جدا هيبقى ليهم دور كبير جدا مع نادي الزمالك. النهارده كمان مفاوضات جاده وقويه مع رمضان صبحي نجم نادي الاهلي السابق وابن النادي طبعا اللي جمهور النادي الاهلي كان بيغني له ابن النادي تاتا. ورمضان صبحي بالنسبه للاهلاويه حاجه كبيره جدا، مهما يقول لك ان هم زعلانين منه ان هو راح بيراميدز، لكن لما يروح بيراميدز حاجه ولما يروح نادي الزمالك حاجه تانية. لو جه رمضان صبحي نادي الزمالك يبقى حسين لبيب فعلا خد صفقه تقيله من النادي الاهلي. هتقول لي الاهلي مش عايز رمضان صبحي، ولكن لو خد رمضان صبحي تبقى فرحه كبيره جدا للزملكاويه. وان كنت انا شايف بصراحه ان هو لو جاب مصطفى فتحي بدل رمضان صبحي هتبقى صفقه كويسه وصفقه هتفيد الزمالك اكتر. ورمضان صبحي مهاري طبعا وكل حاجه، بس مش زي مصطفى فتحي. مصطفى فتحي يحل لك مشاكل كتير جدا، ويعتبر بديل قوي لبن شرقي، ويبقى مع زيزو يبقى حاجه رهيبه جدا. يبقى لما يبقى عندك مصطفى فتحي وزيزو وشيكابالا وناصر ماهر وعبد الله السعيد تبقى فريق مرعب لاي حد. كمان اداره النادي الاهلي بقى بعد ما خدت امام عاشور وجات له اصابه، فالرد في الزمالكاوي انا شايف ان الرد المناسب فعلا اللي هيبقى مثلا في حسين الشحات، يبقى في مثلا احنا قلنا عبد الله السعيد كويس ان احنا خدنا عبد الله السعيد، لكن عبد الله السعيد يعتبر كبير في السن شويه. ولو خدنا رمضان صبحي هيبقى رد من نادي الزمالك ومن حسين لبيب على صفقه امام عاشور، وهيبقى رد زي ما بيقول كده ردنا القلم للاهلاويه. من ناحيه تانية رمضان صبحي لعيب مهاري ولعيب 10/10، سيبك ان هو مش واخد حقه اعلاميا لان هو راح بيراميدز. شفناه لما كان في النادي الاهلي كان ابن النادي وكان نجم النجوم ومستقبل الكره المصريه، واول لما راح بيراميدز رغم ان هو عامل اداء كويس مع بيراميدز مفيش اي حد بيتكلم عليه. لكن طبعا لو جه نادي الزمالك هيبقى في حاجه تانية بقى، وهيبقى اللمسات بتاعته هتبان مع مدرسه الفن والهندسه، وهيبقى جنبيه عبد الله السعيد وجنبيه شيكابالا وجنبيه زيزو وجنبيه لعيبه تقيله ولاعيبه هتظهروا اكتر في امكانيات في نادي الزمالك وامكانياته الفنيه والمهاريه، خصوصا بقى دي الحاجات اللي بيحبها الزملكاويه، لان الزملكاويه فنانين وبيحبوا الكره الحلوه. فلما يبقى عندك لعيب كره حريف زي شيكابالا وزي زيزو وزي رمضان صبحي وزي مصطفى فتحي وزي عبد الله السعيد، فرقه تقيله تخوف اي حد وتلعب اي حد. ما تقوليش بقى امام عاشور ولا غير امام عاشور. نادي الزمالك كمان بقى في مشكله عندنا في الملعب هي اللي ادت لاصابه الونش، وبنتمنى ان شاء الله عوده الونش. اللي شفنا منتخب مصر من غير الونش ما هوش قادر يدافع، يعني مع احترامي لحجازي ومع احترامي لاي حد، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، مفيش اي مدافع في مصر زي الونش من الاخر، لا في الاهلي ولا في الزمالك. فسبب اصابه الونش هو ان ملعب نادي الزمالك كان فيه سوء شويه في ارضيه الملعب، هي اللي ادت لاصابه الونش. بنتمنى عوده الونش سريعا لان نادي الزمالك محتاجه، والكره المصريه كلها ما فيهاش مدافع زي الونش من الاخر. كمان عايزين نتكلم على مركز حراسه المرمى في نادي الزمالك، عندنا محمد صبحي وعندنا عواد. ان شاء الله التنافس ما بينهم هيبقى قوي جدا لان الحارسين على مستوى كبير جدا، واحنا مش نادي عندنا حارس واحد هو الاساسي هو المسيطر. يعني ممكن عواد يلعب ماتش
ومحمد صبحي يلعب ماتش كمان. يعني في حارس مرمى بتمنى ان نادي الزمالك يجيبه وهو جنش، لان اللاعب ده رهيب جدا جدا في ضربات الجزاء وفي حراسه المرمى. يعني مش عارف ازاي بصراحه هو مشي، وبتمنى ان هو يرجع نادي الزمالك تاني. وبقول بقى ان لو كان جنش يعني في ماتش منتخب مصر كان وقف في البلانتات، كان هيشيل له على الاقل 3 4 بلانتات. بصراحه بتمنى رجوع جنش لنادي الزمالك. قولوا لنا ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه، وقولوا لنا في التعليقات ايه رايكم في الصفقات اللي عملها نادي الزمالك السنه دي، ومين اللاعب اللي بتتمنى انه يرجع نادي الزمالك الفتره اللي جايه باذن الله. بشكركم والى اللقاء في المزيد من الفيديوهات.